كالعادة شيل 200 حاجة. يوسفني أقول لكم إن أنا مش نمت غير 3 ساعات بس. منه لله ضياء بيكلمني الساعة 2 بالليل علشان نعمل حاجة مهمة جدا هتنزل ليكم، أوكي يعني، بس ممكن نتكلم فيها الصبح. ضياء ما يعرفش يعني إيه تأجيل الحاجة اللي إحنا المفروض نتكلم فيها، أو ما يعرفش يعني ميعاد للشغل أو ميعاد للكلام، فحسبي الله ونعم الوكيل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الساعة دلوقتي 5 الصبح يا أحمد ضياء، 5 الصبح. خليني نايم الساعة 2. النهاردة الجمعة، والمفروض إن التحدي اللي إحنا عاملينه النهاردة أنت تروح تمتحن الامتحانات اللي عليك وتيجي تكمل التحدي ده، لأن التحدي ده مهم، هيشجعك إن أنت تكمل. أنا مش عارف ليه الطريق هادي النهاردة، بس أهم حاجة إن أنت تيجي تكمل التحدي علشان التحدي ده مهم بجد. أنا مش هدخل التحدي ده لأن أنا مسافر، فهعمل لكم جزء تاني للفلوج ده عشان يبقى ينزل يعني، بس مش هقول على المكان اللي انا رايح اسيبه مفاجأة يعني دلوقتي. اكيد هنضرب قهوة وش. سلام، اشوفكم في الفلوج الجاي. ايوه ردوا على بعض بقى.